السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجالة عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. أول حاجة يا صاحبي ما تنساش تصلي على النبي عشان تاخد ثواب وأنا آخد ثواب، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولو أنت مش متابعني تابعني واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. الأهلي بيروح في الداخلية قاعد يقول لك ما عنديش مدرب وما عنديش مش عارف ايه وما عنديش لعيبة، وكان عايز ينيمنا بس الكلام ده ما ياكلش معانا. الأهلي بيفرم الداخلية 2-0 بهدفي بيرسي تاو في الدقيقة 36 وهدف بلس 90 بواسطة مجدي قفشه. صراحة الماتش طبعا الاهلي كده يصعد يقابل المصري في الدور القادم. امتى بقى؟ مش عارفين. اول مباراة معلنة رسميا للنادي الاهلي احنا نعرف عنها مباراة الجيش الملكي في 1/9. 1/9 هيلعب بقى امتى الاهلي الماتش الجاي؟ الله اعلم. احنا عايزين حد يرد علينا في اللي بيقول لك هنخلص الدوري في شهر يونيو. ازاي يا عم الحاج؟ ده انت ما عندكش بشلم تخطيط. عايز تبقى عامل نفسك عندك تخطيط وانت مسيطر وانت ما عندكش اي سيطره. رضا سليم يوصل القاهره للتوقيع للنادي الاهلي. رضا سليم ده يا جدعان لعيب جامد جدا جدا جدا، وهتسمع مني اجمد من بن شرقي بكتير واصغر في السن، ويلعب جناح شمال ويلعب جناح يمين وفي الجيش الملكي وعارف افريقيا وعارف الدنيا اللي ماشيه فيها ماشيه ازاي. والراجل مقتنع بالنادي الاهلي ومختار النادي الاهلي. على فكره عنده عروض تانية، بيراميدز عرض عليه والزمالك عرض، بس هو الراجل اختار النادي الاهلي. يعني كمعظم اللعيبه في الاونه الاخيره بيختار الاهلي لانه عايز يحقق حاجه. فلما تسيبك من بوب بتاع مصلحتي فين ده انا هلعب في اي حته، ده ما ينفعش، ده لعيب ما عندوش مبدا. النادي الاهلي اي نجم يتمنى في افريقيا يلعب للنادي الاهلي. طبعا بعد فوز الاهلي على الداخليه دوت كولر هيدي راحه للعيبه تحسبا لاي مفاجاه يعملها له اتحاد الكوره. واصلا كده كده عندنا لعيبه كتير مصابه، فان شاء الله يعني يقدروا يدعموا الاصابه والموضوع يبقى احسن. الزمالك بقى، الزمالك بيصارع. يعني انا والله ما فرحان فيه اقسم بالله. انا اهلاوي بس انا احبه يبقى قوي الزمالك عشان تبقى المنافسه قويه يبقى في متعه. بيصارع طبعا لفتح القيد بتاعه وعنده قضيه اتشمبونج ديت اخذ حكم، وشيكابالا اللي لسه بيعانوا في مشكلته مع سبورتنج لشبونه. شيكابالا بيقولوا اسطوره. اسطوره ازاي؟ كلمة أسطورة دي تتقال على لاعب عمل بطولات وعمل. أنت لا عملت بطولات للزمالك عشان تبقى أسطورة، ولا أنت مثلا عملت بطولات لمنتخب مصر عشان تبقى أسطورة. أنت لعيب كبير ولعيب جامد وكل حاجة، بس أسطورة دي كلمة كبيرة قوي قوي عشان تتقال على أي لاعب. لغاية دلوقتي بتعمل لهم مشاكل. فطبعا الزمالك لو توج بطولة العربية ديت يا جماعة هيبقى ممكن توصل أرباحه ل 6 مليون دولار، يقدر يحل بيهم مشاكل كتير قوي. بس مشكلة الزمالك الأساسية، اسمع مني أنا، في مرتضى منصور والاداره اللي بيعملها. الراجل ده ما عندوش بربع جنيه اداره، وراجل صوته عالي، راجل بيبيع الوهم. بيبيع الوهم، فاهم انت ازاي؟ وعامل فيها مسيطر وهو ما عندوش اي سيطره. يخلص منه الزمالك، على فكره الزمالك هيفوت، لان الزمالك عنده المواجهه الجايه النهارده مع الشباب السعودي، احتكاك طبعا قوي جدا. الناس دي قاعده تعمل صفقات وقاعده تعمل، فاهم انت في كده. الشباب السعودي مش هيبقى مباراه سهله على الزمالك، مش هتبقى زي الاتحاد المنستيري واسمع مني، ولا مباراة النصر هتبقى سهلة. ممكن اتمنى ما نشوفش كوارث. يعني عبد الشافي احنا شايفينه بيتمرن مع الفرقة وبيلعب معاهم. هو عبد الشافي اعتزل يا جدعان ولا قاعد؟ حد يفهمنا. هو الراجل لو ما اعتزلش، طب ما هو انسب واحد لخطة الثلاثة ورا عبد الشافي، عنده قدرات دفاعية عالية جدا وبيلعب برجله الشمال. هل هو اعتزل؟ طب لو اعتزل ليه قاعد لسه بيتمرن مع الفرقة وما اعلنش اعتزاله حتى؟ فاهم انت ازاي؟ هيقعد سنة كمان؟ برضه دي حاجات برضه مبهمة بالزمالك، احنا مش لاقيين لها حل. طيب الجيش الملكي هيواجهنا في كاس السوبر. الاهلي لو حقق كاس السوبر دوت هيبقى محقق السنه دي 6 بطولات. 6 بطولات، ولسه هو كده كده حقق اكتر نادي حقق بطولات السنه دي هو النادي الاهلي ب5 بطولات، ولسه كمان البطوله السادسه ان شاء الله في السوبر الافريقي. الاهلي بسهوله جدا يقدر يعدي في الماتش دوت. بمناسبه الجيش الملكي طبعا وميدو ورضا سليم، راجل بتتصل بيه تقول له انا تعالى والاهلي هيديك اكتر والاهلي هيتحضر بطولات اكتر، بس تعالى عند ازاي يعني؟ ايه يعني ايه الحلنبوحه يا عم؟ تقنع راجل عدل حتى، قول له حاجه قول لي حاجه مفيده انت فاهم ازاي عشان حتى اجي لك. الله يعين الزملكاويه على الكوادر اللي طالعه فيها دي، عامله ايه؟ فاهم انت؟ هم دول اللي بيلوطوا الدنيا. مش يعني هو الزمالك الحاجه الوحيده الحلوه اللي فيه جماهيره، غير كده اللعيبه لا حاسه بالنادي ولا حتى الاداره حاسه بالنادي، كله في الحلنبوحه.
نتكلم بقى شويه عن البطوله العربيه بقى. السد بيفوز على الهلال في البطوله العربيه. طبعا السد يا جدعان السد القطري، الهلال بقى قاعد يشتري وعايز اجيب ميسي وعايز اجيب وجاب الدنيا كلها ومتعادل لي اول ماتش وادي تاني ماتش هو مغلوب. الاتحاد السعودي بيفوز بصعوبه على الصفاقسي في اخر المباراه ولاجل حظنا احنا اللي مش كويس كمصريين، طارق حامد بيتصاب اصابه شكلها اصابه قويه لانه خرج من الملعب على المستشفى، وكريم بنزيما بيجيب جونين وبيعادل سيد نيمار طبعا هداف البطوله بجونين. كريم بنزيما كده جاب جونين. طبعا تقول لي سيد نيمار ده لو انت توقعت على الزمالك حد يتكلم ان هو اصلا من ضمن بيجيبوا جون في البطوله، الراجل جايب جونين وهداف البطوله. ولو تارو مارتينيز برضو بتاع الانتر اللاعب الارجنتيني برضو على رادار الدوري السعودي. الناس شغاله يا باشا شغاله. وماكسيم افضل مراوغ في انجلترا بيلعب في نيوكاسل، اهلي جده خلص معاه ومضى. انا مش عارف الناس دي، هفضل اقولها مره واثنين وعشرة، اللي انتوا بتعملوه ده مش هيطور في الكره السعوديه بحاجه. هيلفت انظار العالم والناس هتحاول تتفرج على الدوري السعودي، بس مش هيطور الكره عندك. اسمع مني، الناس دي هتيجي عندك بتلعب لعب تجاري، هو جاي ياخد مصلحته، بيلعب علشان الاموال. ما تقنعنيش اجاله قال لك احنا كل الناس دي جايه عشان الاموال، مش عشان شغف ولا عايز يحقق اي طموح معاك. هو جاي من بدون طموح، هو خلص في اوروبا. فاهم الفكره ازاي؟ هو جاي ما عندوش طموح. اصل انت ايه الطموح اللي هو هيحققه عندك في السعوديه؟ هياخد الدوري السعودي 10 مرات؟ هياخد دوري ابطال اسيا؟ ده بطل اسيا بيروح كاس عالم انديه بيبقى كتكوت. فاهم الفكره ازاي؟ مفيش طموح، هو جاي يعمل عليك مصلحه. انت راجل زي اللي هو راح ورث 100 مليون اشترى بيهم رونالدو، هتعمل بيه حاجه يا عم الحاج؟ لا مش هعمل بيه حاجه، بس انا اي حد هيقابلني من اصحابي او كده انا اشتريت رونالدو. طب انت هتعمل بيه ايه؟ انت اصلا ده بتاع لعيب كوره. هو انا اشتريت رونالدو وهحطه هحطه في النيش عندك. فيا عم السعودي اشتري زي ما انت عايز وحطهم في النيش، واتفرج على الناشئين بتاعتك هتبقى عامل ازاي، واتفرج على اللاعب السعودي هيتظلم ازاي، وشوف المنتخب بتاعك مستواه هيبقى عامل ازاي. بص في البطوله اهو مفيش فريق سعودي ظهر بشكل قوي رغم ان البطوله على ارضهم. مفيش فريق سعودي محترفين وعملوا حاجه. فاهم الفكره؟ بس هنقول ايه، هو ربنا يحاسب كل واحد على فلوسه بقى. انت فاهم انت عملت ايه في الفلوس دي؟ رحت اشتريت الترماي زي ما بيقولوا. في بقى لاعب اسمه مارسينيو الاهلي اتعاقد معاه مهاجم، هو من اوساكا الياباني، لاعب برازيلي، لاعب جامد جدا وجيد جدا، اتفرجت على الفيديوهات بتاعته، لاعب جامد ومستواه عالي. بس الخبر جاي من ناحيه مين؟ من ناحيه فرج عامر. فرجله يعني غالبا اخباره بيبقى فيها كلام. هو راجل بياع، يعني راجل بياع وتاجر جامد وتاجر شاطر، بس اخباره في الانتقالات بحس ان هو فيها ايه، ممكن يكون بيلعب لعبه لصالح حد، بيراوغ، بيخلي اداره الاهلي بتستخدمه في ان هو يعمل المراوغات ديت عشان مثلا يخلي الاداره تمشي في سكه ويلهي الناس التانيين في سكه ثانيه. هو راجل اهلاوي طبعا، قال 60 مره ان هو اهلاوي. الراجل ده مثلا مثالا يعني كده حسام حسن المهاجم بتاع سموحه ده، الراجل ده افتكسم بحسام حسن ده ما يزيد عن $1,300,000 زائد موسم اعاره خده من الاهلي ما دفعش فيه حاجه. فيعني خلال 3 سنين وداه ليبيا، بعدين جابه على الاهلي، كل ده بيع. فاهم انت الفكره ازاي؟ فلوس. وخده من الاهلي سنه من غير فلوس، وبعد كده اشتراه من الاهلي ف كسب فيه يعني الحسبه يعني $1,300,000 كده زي اللعبه. فراجل تاجر كبير يعني، بس ما تصدقوش في الصفقات. اسمع مني، ما تصدقوش في الصفقات. الاهلي ده حتى على لسان كولر ان هو لغايه دلوقتي لسه بيتناقش في موضوع راس الحرب، رغم ان انت ما عندكش مشكله كبيره قوي في راس الحربه. انت لو تتكلم المشكله الكبيره عندك كانت عايز قلب دفاع قوي، عايز منافس قوي للشناوي، عايز باك شمال. دول المراكز اللي حتما قويه فعلا ومحتاجه. يعني الاجنحه اللي قاعد يشتريها الاهلي دي مالهاش يعني مش ضروريه. الحشو في خط الوسط برضه مش شايف ان هو ايه اهميه قصوى، لكن اهميه قصوى المراكز اللي انا قلت لك عليها دي: منافس قوي للشناوي، باك شمال قوي يريح علي معلول، مساك قوي جنب عبد المنعم. دول المراكز اللي انا شايف ان هم، ان اكرم هيرجع باك يمين وكريم فؤاد برضه ممكن تستخدمه جناح. ف راس حربه مش مشكله كبيره بالنسبه للنادي الاهلي. في النهايه يا صاحبي لو كنت وصلت لغايه هنا ما تنساش تشترك في القناه عشان تتابع كل جديد.